وضعنا في الجزائر ليس بخير. هذه القرارات المتسرعة يا تبون هذه تعبر عن تخبطك. راك داخل في حياة يا تبون وراك ماكش عارف راك دير. ترد على هاشتاغ نتاع اتزانة جديد وتقول ما يخوفناش هاشتاغ تاع مانيش راضي، راك خايف صح؟ تطلق سراح المساجين 2700 من اجل صنصال باش تطلقوا، لانهم ضغطوا عليك باش تطلق صنصال وراح تطلقوا بالسيف عليك بلا مزيتك لانك اخطات. عمروك راسك وطبقوك على راسك قالوا لك روح شد صنصال وقلنا لك راك غلط. قلنا لك في البدايه انه سجن بوعلام صنصال خطا، لانك تخطئ للمره الثالثه. غلطت مع خالد درامي كي طبقوك على راسك وقالوا لك بلي خبارجي، ومن بعديك جمعت معاه في طابله وقلت له اسمح لي. غلطوك مع كمال داوود قالوا لك هذا باللي انسان زعيم وطني، ومن بعديك لقيت روحك غالط داخل في حيط وقال لك ما شرفنيش نكون كيما انت جزائري يا تبون، لانه كمال داوود قال لك ما يشرفنيش نكون كيما انت جزائري. غلطت مع احسان قاضي نفس الشيء، قلت له درت فيك مزيان طلقت سراحك وقال لك ما درتش فيا مزيان انت، يكثر خير المنظمات الدوليه والمنظمات الاوروبيه اللي ضغطت عليك باش طلقتني. وراك زايد تغلط للمره الرابعه مع صنصال اللي سجنته بقرار غبي وراح تطلق سراحه ويديك فوق راسك. للاسف شديد قلتوا لسفير الامارات غير مرغوب فيك وطز، ورايحين تعتذروا منه وتطلبوا منه السماح ويديكم فوق راسكم. ذليتونا. انا مانيش راضي، لكن هذا لا يعني انني ضد بلادي، انا مع بلادي، لكن ستندمون لانكم مادين البلاد الواد. الحمد لله العبد الضعيف سعيد بن زيد انا كنت ضد انتخابات 2019 وضد وصول تبون. واحد يقول لي بن زيد بصح في 2004 كنت مع تبون محتمه. انا في 2019 لانه كان عندنا خيار اننا نروحوا لمرحله انتقاليه لمده سنه وسنتين يسيرها الرئيس السابق لمين زروان كرجل وطني يشرف على انتخابات رئاسيه ونقدروا نتعداو الخطر. على هذا السبب ل 2019 انا كنت ضد انتخابات رئاسيه، ضد الانتخابات الرئاسيه وليس ضد تبون، لاني انا عمري ما كنت ضد تبون كشخص ما عنديش مشكل معه. انا ضد الانتخابات الرئاسيه 2019، لكن 2024 لم يكن امامنا خيار، كان لازم تكون فيه انتخابات، يا اما نمشي مع تبون يا اما نمشي مع حساني يا اما نمشي مع اوشيش. لقيت روحي نمشي مع تبون لاستقرار الوضع واستمرار الوضع السيء. استمرار الوضع السيء